انا بخدم درتي برموش عينيا، انا بعمل لها كل اللي هي عايزاه، وبعمل كل ده من ورا جوزي. انا بخدم درتي علشان هي ست انا بحبها جدا، ست محترمه وجميله وتعرف ربنا جدا، ما بتسيبش السبحه من ايديها، دايما بتصلي، وربنا ابتلاها بمرض، لكن هي ست عظيمه جدا. الست دي بحسها ان هي امي. ايوه انا بحسها ان هي امي. الفرق بيني وما بينها في العمر كبير. انا عندي 31 سنة من اسرة بسيطة جدا، يعني على قد حالهم يعني. كان حلم عمري ان انا اتجوز واحد مقتدر ماديا. ايوه انا نفسي اغير حياتي. فيها ايه؟ نفسي اعيش مع واحد مرتاح ويعيشني كويس. لما تقدم لي جوزي كنت عارفة ان هو المفروض ان هو متجوز بنت عمه من 25 سنة. هو ساعة ما تقدم لي كان كبير في السن، كان تقريبا ضعف عمري. في الاول قلت انا ايه اللي هيجبرني على الجوازة دي؟ هو واحد اكبر مني بالعمر ده. الحاجة الوحيدة اللي كانت مميزاه اني معاه فلوس، مقتدر ماديا يعني، عنده ابن متجوز، هو مستقل بنفسه وعنده مشروع. وهو الحاجة الوحيدة اللي كانت عنده ميزاه هي الفلوس، وكل حاجة متاحة بالنسبة له. هو مش بس كده، ده كمان هيسعد أهلي ويجيب لهم كل اللي هم عايزينه. عرفت إنه كان متجوز بنت عمه، لكن بينه وما بينها خلافات كبيرة جدا. هو كمان خلاص بقى، دي ست كبرت، هو بقت مريضة، وهو محتاج الونس، هو محتاج واحدة تبقى معاه في البيت. في الأول رفضت، لكن أهلي قالوا لي احنا شايفين ان هو كويس جدا يا بنتي ومرتاح ماديا، وده الهدف، مش ده اللي انت كنت عايزاه. المهم وافقت واتجوزت. وبعد الجواز بشهر او بشهرين لقيت واحدة دايما بتيجي تقعد قدام البيت، ست كبيرة في السن دايما بتيجي تفرش وتقعد قدام البيت. انا من اول ما اتجوزت وبشوفها بتفرش قدام في الشارع وبتنام، وانا بقى كنت فاهمة ان هي ست محلتهاش حاجة ولا عندهاش اي حاجة، واكيد اكيد يعني وراها قصة. وبشوف كمان الناس اللي رايحة واللي جاية بيعطفوا عليها، وهي ما عندهاش الا كلمة واحدة تقولها: حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يظلم اللي ولايا. انت القوي على كل قوي يا رب. ما بتقولش غير كده ليل نهار، نفس الدعوة، واللي رايح واللي جاي، اللي يديها غطا تستغطى واللي يديها اكل تاكله. ساعتها الست دي صارت فضولي، انا عايزه اعرف مين الست دي. ساعتها سألت جوزي هي مين الست دي، وليها اهل ولا لا. لقيته بيقول لي سيبك سيبك منها. قلت له هي مين دي؟ قول لي. قال لي دي بنت عمي اللي انا كنت متجوزها. ساعتها شهقت وضربت على قلبي، قلت له بنت عمك وسايبها في الشارع؟ ازاي عملت كده؟ قال لي لا، دي اتجننت، وهي اللي ما بقتش عايزه تقعد في البيت، وهي اللي المفضله القعده في البيت. ساعتها حسيت ان في حاجه غلط. ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ طب ابنها ازاي سايبها بالطريقه دي؟ ساعتها حسيت ان في لغز. كل اللي انا اعرفه ان ابنها كان مسافر وما بيجيش تقريبا الا كل سنه سنتين مره، ويمكن هو ما يعرفش الحال اللي هي وصلت عليه. ساعتها استنيت جوزي ينزل، واول ما نزل من هنا اخدت بعضي من هنا ونزلت جري. قعدت جنبها. هو اول ما شافتني هو ولا بصت لي بقرف ولا اتضايقت مني، مع انها عارفه ان انا اللي متجوزه جوزها. ولقيتها بتقول لي اهلا يا بنتي، هم مبسوطه في عيشتك؟ قلت لها انا نفسي افهم ايه اللي فيكي، ايه اللي رماكي الرميه دي، وايه اللي حصل. لقيت واحده انفجرت في العياط وقعدت تعيط، وهي ست كبيره زي امي، قعدت تعيط وقالت لي ربنا يا بنتي ما يذلك لحد ابدا، هو لا يحوجك للئيم ولا الغدار. قلت لها احكي لي بالله عليكي، عايزه اعرف ايه اللي بيحصل لك. قالت لي ما فيش يا بنتي، انا كنت متجوزه الراجل اللي انتي متجوزاه، عشت معاه 25 سنه على الحلوه والمره، عمري ما جيت عليه ولا ظلمته ابدا،
كنت واقفة جنبه في كل حاجة، وبعمل المستحيل علشان نعيش والدنيا تمشي. خلفت منه ولد وبنت. بنتي ربنا استرد امانته وماتت وهي عندها 16 سنة. وجع صعب جدا. اما هو ما تأثرش ولا زعل ولا حزن حتى. انا اللي عشت بنارها ومرارها، لانها كانت بنتي وبنت عمري وصاحبتي وحبيبتي. كان دايما بيقسى عليها، اصله يا بنتي ما بيحبش خلفة البنات، ومن اول يوم ما جت البيت ما كانش بيعاملها كويس ابدا. وابني من بعد موت اخته قرر ان هو يسافر بره، لان ما كانش قادر يقعد وهو عارف ان اخته مش موجوده في البيت. وانا قعدت اقول لهم طب هتسيبوني لمين؟ اختك وراحت عند ربنا، وانت يا ابني هتسيبني لمين وتسافر؟ لكن هو صمم. بقيت قاعده يا بنتي والظروف مش احسن حاجه، وما بقتش عارفه اعمل ايه. اضطريت اعمل جمعيات، جمعيه ورا جمعيه، واساعد الناس. ده يقبض الاول علشان عنده مشكله، وده يقبض الاول علشان يحل مشكله، وده يقبض عشان يجوز ابنه. ودي الحاجه الوحيده اللي انا كنت بعملها طول الوقت يا بنتي. وكنت بقف جنب جوزي من الجمعيات دي، وكنت بقبضها علشانه، عشان نديها له علشان يقف على رجليه. وانا السبب يا بنتي في 3/4 الخير اللي هو فيه دلوقتي. كل شوية اعمل مبلغ، والمبلغ بيكبر، مرة جمعية ب50 ومرة ب100 ومرة ب200,000. وكل ما ثقة الناس بتزيد فيا اكتر، الاعداد بتيجي اكتر واكتر، وهو ياخد المبلغ ويكبر اكتر واكتر. وانا يا بنتي كنت بحس ان هي دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفرحني. ما هو ده كله في الخير ده لابني. بنتي ما بقتش موجودة، بس في الاخر الخير لابني. لحد ما في مرة يا بنتي وقعت في نصاب. النصاب ده للأسف خد مني مبلغ كبير، وانا كنت واثقة فيه وفي الناس اللي كانت مرشحاه ليا، وقالوا لي ده مرتاح ماديا وراجل محترم. لكن للأسف يا بنتي طلع نصاب، خد المبلغ وفص ملح وداب. هو ما بقاش موجود، ولا بقيت عارفة اوصله. ساعتها اتدينت بمبلغ 200,000 جنيه، مش عارفة اعمل ايه، ولا سددهم منين، ولا اجيبهم منين. كنت فاكرة ان اول ما مايل على جوزي هيقف جنبي، لكن انا خلاص بقيت ست كبيرة، وملامحي اتغيرت، والحزن ضيعني، وكبرت خلاص، وما بقاش على قد كده وبس. ده انا كمان ربنا افتكرني بخيره، ولقيت جالي مرض السرطان بعد موت بنتي من الحزن، وصحتي ما بقتش قادرة. وخلاص يا بنتي ما بقتش قادرة اناهد ولا زعق. كل هدفي الوحيد ان انا اسدد الناس دي وابطل الموضوع ده، وكفاية لحد كده. افتكرت ان جوزي هيقف جنبي، لكن جوزي قال لي انا مالي، انا ما قلتلكيش، انت حرة، ده موضوعك وانت شيليه. ابتدت يا بنتي الديانة يجولي، والناس تحوطني، وانا مش عارفة اتصرف ازاي، ومش عارفة اعمل ايه. وحتى هو بقى يتخانق معايا ويقول لي هو انتي ما مشيتيش ليه وقاعدة في البيت ليه؟ بنتك ماتت وابنك سافر وهج، وانتي اساسا قاعدة هنا ليه؟ عيشتك مقرفة، انا ما بقتش عايزك، ما بقتش بعمل بيكي حاجة، انا زهقت منك، انتي مش شايفة منظرك. واتخانق معايا يا بنتي طردني وانا ماليش حد، ولا اب ولا ام، كلهم ماتوا يا بنتي، ولا ليا حد في الدنيا. ما بقتش لاقيه مكان اروحه، ففرشت في الشارع اللي كل الناس عارفيني فيه. فرشت علشان لما يجوا الديانه يسالوا يجوا يلاقوني مرميه في الشارع، فيسيبوني في حالي. هجيب منين لما يلاقوا حالي بالطريقه دي؟ يعرفوا اللي انا وصلت له واللي انا بقيت فيه. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه. ساعتها قلبي وجعني عليها قوي. انا ما كنتش فاكره ان الدنيا غداره كده. الست اللي كانت عايشه في بيتها معززه مكرمه يحصل لها كده. هو الراجل اللي جه اتجوزني، ساعة ما جه يتجوزني قعد يقول هعمل لك وهسويك وانت وافقي بس. وفرش لي البحر طحينه، وكان عايز يجيب لي نجمه من السما،
مهنش عليه يقف جنب عشرة عمره اللي وقفت جنبه سنين طويلة ورماها الرمية دي. هو ده الراجل اللي انا عايشة معاه. ساعتها صعبت عليا جدا، والناس في المنطقة قرروا يقعدوا معاه، وفعلا اهل المنطقة اتجمعوا وقالوا له ما ينفعش الوضع ده. ازاي دي بنت عمك ومراتك وعشرة عمرك، ازاي سامح لها تترمي الرمية دي وتقعد في الاخر في الشارع بالمنظر ده؟ وكل اهل الحتة فعلا وقفوا له وقالوا له لازم توضع حل للمسألة دي. بكل جبروت رد عليهم وقال لهم انا ما عنديش حل غير ان هي تطلع في الأوضة اللي فوق السطوح. انا دلوقتي راجل متجوز، ومراتي الجديدة عمرها ما هتقبل ان واحدة زي دي تعيش معايا. تيجي تعيش معاها ليه؟ دي بنت صغيرة وحلوة، وايه اللي يجبرها انها تخدم واحدة في السن ده؟ عايزة تقعد في الأوضة اللي فوق السطوح. وسكت. ساعتها وقلت وماله، ما تيجي تقعد. لكن هو بصلي في وسط كل الرجالة اللي كانوا قاعدين وقال لي ادخلي جوه، انت مالكيش رأي. طبعا عشان هو مالوش الغرض ان هي تيجي وتقعد. الرجالة فعلا رضيت وقالوا خلاص انقلي حاجتك واطلعي فوق في اوضه السطوح. وبعد طبعا ما الرجاله مشوا، انا قررت ان انا ماليش دعوه بالراجل ده. وفضل يقول لي انت مالكيش دعوه، انت ما تقوليش رايك. المهم بهدلني وقال لي الست دي خلاص صفحه وانطوت، وانا مش عايزها، ما بقتش تلزمني. انا هعمل بيها ايه؟ اول ما ابنها يجي هقول له لا تاخدها لا تشوف لها مكان غير المكان ده. بكل جبروت وهي مؤقتا هي قاعده فوق السطوح. ساعتها بصيت له بصة كره وخوف. ياه، انت للدرجة دي قاسي؟ هانت عليك العشرة 25 سنة اترموا تحت الارض، ما بقاش ليهم اي وجود. بقيت استنى ان هو يمشي، علشان طبعا كان محذرني اني ماليش دعوة بيها ولا اكلمها، ومش عايزني اقعد معاها تماما عشان ما تسممش افكاري. اول ما كان ينزل من هنا اطلع ليها من هنا، البسها واغير لها واحميها واكلها واعمل لها كل اللي هي عايزاه. وهي ما كانش بتحرمني من دعواتها ابدا، كان دايما تدعي لي 24 ساعه في ال 24 ساعه، تقول لي يا بنتي ربنا يسترك دنيا واخره، وما تشوفيش يوم وحش ابدا ولا المرض يمسك في جسمك. وانا حبيتها زي امي، والله حبيتها قوي. ماليش علاقه ان هي ضرتي، بالعكس ده انا حاسه ان هي انا اللي ظلمتها وانا اللي جيت عليها. بس حتى لو انا مش موجوده، اكيد يعني كان هيعرف غيري وغيري. اصل الفلوس مقويه قلبه قوي، وهو عايز واحده صغيره تهننه. ما هي خلاص بقت ست كبيره بعد ما بنتها ماتت، والحزن جاب لها المرض خلص عليها تقريبا. هو رماها فوق السطوح بكراكيب قديمة، سرير قديم وكنبة قديمة. ده حتى التلاجة ما كانش عندها، دواء السكر ما كانش بتلقاله ما كانت تشيله فيه. لولا أهل الخير ما كانش هتعرف تعمل ايه، وانا كنت بطلع لها الأكل من وراه. اصل لو عرف هيخرب الدنيا. انا ما بقتش عارفة اعمل ايه للست دي. انا متأكدة ان ربنا جعلني سبب ليها، وهو ده السبب اللي مخليني مش عايزه امشي واسيبها. بحاول اوصل لابنها بكل الطرق، مش عارفه اوصل له. هو خافي كل الارقام اللي ممكن انا اوصل له بيها، حتى ما بيرضاش يكلمه وهو قاعد في البيت. كنت اجي اساله انت ابنك ما كلمكش؟ يقول لي ده كلمني من شهر، ده كلمني من شهرين. عمره ما كلمني في البيت ابدا، علشان مش عايزني اوصل له ابدا. وانا ما بقتش عارفه اعمل ايه. طب انا المفروض اني معيش مع الراجل ده، انا مش مستأمناه على نفسي لما عمل كده مع عشرة عمره واللي وقفت جنبه وام عياله. امال انا لو عييت هيعمل معايا ايه؟ وفي نفس الوقت الست دي محتاجاني. انا متأكدة ان انا دخلت البيت ده مش علشان اتجوزه ولا عشان هو يساعد اهلي ولا علشان اي حاجة.
ده ربنا جعلني سبب للست دي، وما بقتش عارفة اعمل ايه. قولولي اعمل ايه؟ ورا كل باب اسرار كتير خلف الابواب المغلقة.